قول لي يا اخينا، مش دي برضو قهوه المعلم حسنين؟ ايوه. طب هو فين؟ هو قاعد اهو. اشكر. ازيك يا معلم حسنين؟ اهلا وسهلا. انا محسوبك سيد القط. انا اصلا من بحر يا معلم، اتعرفت على رجاله من اسيوط بيشتغلوا في المعمار، هم اللي دلوني عليك يعني عشان تشوف لي سكه شغل هنا في الغردقه. شغل ايه اللي بتدور عليه دلوقتي؟ ده اللي لسه كانت فيه الروح طلعت اليومين اللي فاتوا دول. نصيحه من اخ، الدله مكان تاني غير الغردقه. خلاص البلاد اللي كانت عايشه على السياحه قول عليها يا رحمن يا رحيم. ايوه بس كده يا معلم، انا كنت عشمان في خير يعني. ما قلتليش بقى مين من حبايبك القصايطه اللي دلوك عليا هنا؟ الشيخ عصام. عصام مين؟ الشيخ عصام شاهين. وتعرفوا من وين الشيخ عصام شاهين؟ كنا زملاء على برش واحد لا مؤاخذه. بقى كده بقول لك ايه، اتوكل على الله من هنا دلوقتي، بدل ما اخلي الرجاله يضربوك علقه ما قالهاش حمار في مطلع. بالراحه يا معلم، مش كده، ايه اتوكل. انا جايب خبر كتير قوي للشيخ عصام، ولو ليك سكه معاه قول له على الاماره دي. من سنه وشهرين كان عندنا تفتيش مفاجئ في الزنزانه، والشيخ عصام كان معاه ورق مخبيه مش عايز حد يشوفه. محسوبك بقى خد الورق قطعته ودفسته في هدومي وطلعت على المحرقه ولعت له فيه. لحسن تكون نسيت، محسوبك سيد القط وجايب خير كتير قوي للشيخ عصام. هعدي عليك هنا بعد بكره الصبح، يمكن ربنا يكون قدرك على فعل الخير يا معلمه. ربنا يديم المعروف. سلام. المية تروي العطشان وتطفي نار المية يا بقول لي عيب فاضل بيه. بعدين ستاي 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 ستاي. هو فاضل بيه مش موجود ولا ايه؟ موجود في انتظارك، اتفضل. ما تبعدوا من هنا احسن. ها ما تقلقش، مش هعمل لك حاجة. ستاي. اتفضل سعادتك، ما تخافش. ابعدوا احسن. ما تقلقش، اتفضل سعادتك. بس بيني وبينك برضه في الظروف دي كلب زي ده ينفع برضه بصراحه يعني. يا حبيبي يا اهلا. ايه يا عم الوحش اللي انت طالعينه بره ده؟ يا راجل حرام عليك، وحش ايه ده؟ نسمه. نسمه. تعال اتفضل اتفضل. تعال اعمل لك كاس الصبح كده بدري يعني. يا سيدي اعمل لك كاس صغير. ايه رايك في اللي بيحصل؟ والله كان لازم يحصل، يعني ما كانش في حل تاني. ايوه فضل اخويا، بس هو لو كان سلم لعمر سليمان من الاول كانت الناس هدت، ما كناش وصلنا لكده. بص يا ميزو، في حاجات لما تجيب اخرها ما ينفعش ان احنا نطول في عمرها. كده كده كان هيقع امتى بقى، هيقع ازاي، دي مجرد تفاصيل. بس بيني وبينك هو كان طماع. كان عايز اكتر. يا عم هو ما كانش له دعوه باي حاجه اخر كام سنه، الجماعه اللي حواليه هم اللي طماعين وهم اللي جابوه الارض. حبيب قلبي، طب وبعدين البلد رايحه لفين؟ البلد رايحه على فين؟ والله يا ميزو زي ما قلت لك قبل كده، البلد دلوقتي على كف عفريت. بص احنا لغايه دلوقتي في الامان، بس الواجب بقى اننا نبتدي نحرص. محدش ضامن ايه اللي هيجرى. ايوه، نحرص ازاي بقى؟ نعمل ايه؟ نأمن كل حاجه ونبتدي بارواحنا. حبيب قلبي. ومش عايز نقلق وانت بنفسك ابتديت تقلق. لا 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 ثانيه واحده ثانيه واحده، انا ما قلتلكش اقلق، انا قلت لك حرص. بص يا ميزو، اما الناس يبقى عندها القدره انها تنزل الراجل الكبير من على الكرسي، واخد بالك، يبقى كل شيء وارد. الناس اللي مصحصحه بقى لازم تبقى عامله حساب. انا مش فاهم.
هات كاسك وتعالى. يلا. بقول لك ما فكرتش قبل كده تشتري يخت؟ يخت. حلو يا اخي. امسكه. ايه ده؟ بص على ده كده. ده يخت بتاع واحد شيخ من الخليج. راجل لطيف قوي، معرفه قديمه، حبيبي زي معتز كده. هو سايبه هنا عشان عايز يبيعه. انت عايزني انا اشتري يخت ليه؟ دلوقتي انت قلت لي معاك دهب بقد ايه تقريبا؟ يعني قول 15 20 مليون كده. اتفضل. عظيم. الراجل طالب في اليخت 7 مليون يورو. بص يا ميزو، الواحد علشان يكون محرص مظبوط لازم يكون دايما عامل حسابه على الخلعان. يعني اول ما يحس انهم جايين علشان يعكشوا يقوم كاتت على طول. يخت زي ده وهنا صدقني فرصه ما تسابش. خده معاك فرجوا المدام. انا ما بقتش فاهمك خالص يا فاضل اخويا بصراحه. اخر مره قعدنا فيها مع بعض في مصر قلت لي افكر كويس واقعد هنا واشوف ازاي استفيد من الموقف. يا سيدي ما انا بقول لك نفس الكلام دلوقتي. انا كل اللي بقوله بس نأمن نفسنا. بص خلينا نحسبها مع بعض. ايه الخطر؟ ايه اسوأ الاحتمالات؟ هيحولوك للنيابه؟ تمام. يعني هيقبضوا عليك؟ هيصادروا فلوسك؟ الاصول بتاعتك هتتحط تحت الحراسه، ثم يتتبعوا بعد كده حساباتك اللي بره مصر، يخاطبوا الحكومات اللي هناك عشان تجمد الفلوس بتاعتك، يجمدوا الفلوس اللي هناك، كده بقيت سيادتك في السجن وكمان على الحديده. حبيب قلبي الله يبشرك بالخير. نقوم نعمل ايه بقى؟ نأمن نفسنا ازاي؟ اولا يجوا علشان يقبضوا علينا ما يلاقوناش. نبقى اشترينا اليخت. وكمان ما يلاقوش معانا فلوس علشان يصادروها. كل الفلوس تكون طلعت بره، ما ناقص غير شويه الذهب. حلو. الاصول بتاعتنا بقى تتحول كلها لشركات اجنبيه زي ما هنعمل بالظبط في حته الارض بتاعت المدام. كده مش هيقدروا يعملوا فيها اي حاجه لانها هتبقى محميه باتفاقات التجاره الدوليه. ايوه دي بقى هنعملها ازاي؟ نفس الشركه السوري بتاعت الارض اللي هنسجلها في قبرص هنعمل زيها شركه تانيه علشان التوكيلات بتاعت العربيات، وهنعمل شركه ثالثه علشان المزرعه بتاعت الطريق الصحراء. من دلوقتي بقى اكلم المحامي بتاعك علشان يجهز الورق. نكلمه. هيتبقى كده عندنا الحسابات اللي بره مصر. سيدي عايزه لف ودوران. يا عم نلف وندور، دي فلوس كتيره مش قليله. طيب خلينا دلوقتي كده في حموتها نقوم نبص على اليخت نعينه على الطبيعه وبعد كده انا هفطمك على اللي فيها. بس يعني على مالك خلص كاسك الاول. كاس يا فاضل اهو، كاس اهو. قوم بيه. اتفضل. ايوه انا يا حبيبتي. ها اتفسحتوا؟ لا لسه ما اتفسحناش، بس انا ومامي هنروح البحر. انت وحشتني قوي. وانت كمان وحشني. عايز تكلم مامي؟ ايوه هي جنبك؟ ايوه هي موجوده جنبي. مامي بابي عايز يكلمك. طب يا حبيبتي يلا اطلعي. ايوه اسامه ازيك؟ الحمد لله على السلامه. انت رجعت البيت مش كده؟ رجعت. وحالتك ازاي؟ انت خلاص بقيت كويس. انا بقيت كويس قوي زي الجن وبعرف اتحرك خلاص. بس الدكتور عايزني اقعد اسبوع كمان في البيت عشان يطمن. طب ما تسمع كلام الدكتور وتقعد اسبوع كمان. انا خلاص مش قادر استعمل، مش طايق، عايز اخرج واتحرك. هشوف. المهم انتوا عملتوا ايه بعد اللي حصل امبارح؟ ده انا كان نفسي يبقى معايا قنبله نوويه وانزل افجرها في ميدان التحرير. اهدى يا اسامه. اهدى ايه؟ اهدى ايه؟ الله يخرب بيتهم يخربوا البلد. وبعدين انتوا قاعدين في مارينا الغردقه وسايبيني هنا لوحدي. انا خلاص هفرق. اهدى يا اسامه ارجوك وبلاش انفعال وتهور. البلد خلاص ما بقتش في ايدينا ومفيش حد هيسندك، يعني ممكن في ثانيه تلاقي نفسك في مصيبه. طب ممكن لو سمحت بس تسمع كلام الدكتور لما يعدي الاسبوع دوت وتقوم بالسلامه وتعالى على هنا. حاضر حاضر خلاص يا اسامه هبقى اكلمك. في ايه؟ يلا باي.
باي. رجعتي تتكلمي معاه تاني؟ يعني اعمل ايه يا ماما؟ بعد العلقه الاخيره اللي اخدها ودخول المستشفى ما كانش ينفع قطعه. ما انت عارفه يا اسامه ده كان ممكن يروح فيه. انت محتاجه تبصي لنفسك شويه يا حبيبتي. ابص لنفسي يعني اعمل ايه؟ دلوقتي انت بقالك 3 سنين متطلقه ولسه ما بقاش في راجل في حياتك. لو فضلتي سايبه نفسك للجنان بتاع اسامه دوت هيضيع شويه السنين اللي فاضله من عمرك. انا ما بقتش عارفه اعمل ايه يا ماما. كل اللي بيحصل دلوقتي خانقني بجد. انا مخنوق مش عارفه اعمل ايه. ايه يلا يا باشا. انت ما وقفتناش هناك ليه؟ مش ده المركب اللي موجود في الكتالوج؟ بصراحة طبعا ده اللي انت شفته، بس ده نفسي اوريه لك، بس ده حراق قوي يا ميزو. حراق يعني؟ مش فاهم. لا حراق شوية. ده اصلا ب70 مليون، بس في الظروف المالية اللي احنا فيها صاحبه خلع وسايب جوز بنته علشان يخلص فيه على 30 مليون. 30 مليون؟ 30 مليون. بقول لك اصلا ب70 مليون. انت عارف ده صاحبه مين يعني؟ عبد الفتاح النادي بتاع المقاولات؟ ايوه يا سيدي، واحد من الناس اللي عملتهم وخلعت اول ما الهوجه دي ابتدت. جوز بنته باد رجوله حبيبي زي ميزو كده. ده بقى اولا فلوسك متصانه، ثانيا حصل احنا خايفين منه نبات ونصحى نلاقي نفسنا في البرازيل. برازيل؟ برازيل بعيده برضه. حلو. لا بس ده حراق قوي. نشوف التاني يا عم خلينا في البرازيل. تعالى ورينا. ناخد فكره. بس هنطلعوا ازاي ده؟ شعبطه بقى وبتاع. الله 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 الله. اوبا. لا ما انا ايه الحلاوه دي؟ ده ملك. تعالى طب ده يشيل كده؟ تعالى ما تخافش. ايوه واحده واحده بس عليا بالراحه. هنا مثلا كل حاجه بص ده. اوبا ده شغل عالي قوي. سيبك من الوسع، انت بقى جوه قاعد بتشرب سيجاره، المدام قفشتك طبعا فينج شوي والجو ده وقالت لك اطلع بره. قعدت هنا مخنوق تعمل ايه ولا يكون عندك اي فكره. عيش معايا اللحظه. نزلت لك ايه ده السكرين كليباتك موززك اللي بتتنطط. الله ايه الحلاوه دي؟ لا ولسه المدام دخلت تنام بدري كالعاده، سابتك لوحدك، قمت انت داخل على هنا. انت مش هتزهق لانك انت اول حاجه هتولع النور، هتركز هنا وانت بتتفرج على الفجر الذي يبزغ على جزيره في المحيط. ترابيزه اجتماعاتك، الاورج للموزيل الصغيره، عايز تكمل الكليبات بتاعتك ولا يهمك. ايه ده شغل على كبير يا معلم. جامد ها؟ لا بصراحه 100 تحفه. مش عارف اقول لك ايه والله يا ميزو، انا تعبت لك. انا بقول نخلينا في اليخت على قدنا. يا عم يخت على قدنا ايه بس وبتاع ايه وتعبت ايه؟ ما الخير كتير. خير ربنا كتير الحمد لله. الحمد لله. هنودي الفلوس فين يا ريس؟ الحمد لله على البركه. احلم معايا. احلم يابا. الله ايه مش هكلمك بقى عن حمامات الشمس، مش هكلمك فعلا عن ملعب كوره هنا. اتفضل يا سيدي. ادي ايه حبيب قلبي؟ ايه ده؟ كنترول بانل. اوه جامد ها؟ جامد. ايه اللي جامد دي؟ بس انا يا عم ما اعرفش اسوق الكلام ده. هو انت قبل كده سوقت في البحر يا ميزو؟ ولا عمري هتفت حتى. ايه اللي هيخليك تسوق ده يا اخي؟ دي ليها صرفه دي، ما تقلقش والله طبعا. اتفضل. بص، طالما انت جاهز قرشك في جيبك كله محلول، كله تمام كده. نرجع لموضوعنا. الصبح بقى قامت المدام بدري كالعاده وانت مطبق، قعدت عايزه ترغي طبعا معاك زي كل المدامات. رغاية قوي. عظيم. ما انتش لاقي لنفسك سبيس
لا there is a space. مكان مع نفسك لوحدك في الخباثة. عايز تعمل تليفون من تليفوناتك الغريبة المريبة هنا، تعال معايا. امان هنا ها؟ جدا. يومين 3 وانتوا في عرض البحر او في المحيط، المدام بقى رضيت عنك، ودي طبعا حاجة قليل انها تحصل. جيت بيها هنا على المقدمة وعملت معاها احلى تايتانيك. دي عيشه يا جدع، عيشه. بس صدق بقى يا فاضل اخويا، انت عندك حق. ال 30 مليون قليل عليه. انا يعجبني فيك يا ميزو انك من البيزنس مان القليلين اللي بتشوف الفرصة وهي طايرة. برافو عليك. امال ايه يا جدع؟ يا ابني ده احنا ما كناش عايشين. خلينا بس في المهم، ها؟ الموضوع الاولاني بتاعنا، ها؟ يعني ايه غسيل اموال؟ ايوه. يعني الفلوس بتاعتك فجأة تطير تختفي. افرض انك انت دلوقتي عندك 1,000,000 جنيه حساب في بنك، وجيت حولتهم على حساب تاني. كل حاجة هتبقى متشافة ومقرية، وقت ما يحبوا يجيبوك يجيبوك. صح؟ صح. تمام. لكن انا بقى لو خدت منك 1,000,000 جنيه وانا شخصيا اختفيت هيجيبونا منين؟ صح. عظيم. طيب افرض ان انا عندي اسمين، سمير وميكي. سمير وميكي يا سيدي مثلا. سمير باع لك حاجه وهميه، تمام، وخد منك الفلوس، وبعد شويه ظهر لك ميكي واشترى منك حاجه وهميه برضه، وراح حاطط الفلوس دي في حسابك في بنك تاني في قصه تانيه، وخصم لنفسه عموله قصاد الشغلانه دي. هيجيبوا مين فين؟ طب ما هيرجعوا لحساب ميكي يا ناصح. يا سيدي هيرجعوا له فين؟ ما هو انت ساعتها هتدي لهم الحاجه الوهميه وتقول لهم هو ده اللي انا اشتريته، وادي المساله مقضيه. حلو، خلاص يلا بينا نعمل الموضوع ده دلوقتي. احنا بقى محتاجين ايه؟ محتاجين بلد شرحه وبرحه كده لسه بتتعامل بالكاش، وفي نفس الوقت البنوك اللي فيها ما بتسالش قوي يعني عن مصدر الفلوس اللي انت جبتها، او ما بتسالش خالص، كله بيتظبط. يعني زي ما كانت مصر كده من كام سنه قبل ما يطلعوا لنا القانون بتاع غسيل الاموال. واحنا هنلاقي فين بلد نقدر نعمل فيها الكلام ده؟ البلد موجوده، والبنوك دي موجوده، والحسابات هتبقى موجوده in no time. طب ما يلا يا عم، مستني ايه؟ كل ده هنعمله واحنا نايمين بنتشمس على اليخت بتاعنا ابو 30 مليون، واللي هو اصلا سعره 70 مليون. مفيش حاجه احنا محتاجينها غير اللابتوب، وخلي يا عم USB على اخوك. يا سيدي قوم بينا نخلص الموضوع ده دلوقتي. بس ناقص اهم حاجه. هتقولي سمير وميكي؟ لا يا خفيف، ناقص الوهم اللي هنبيعه ونشتريه. طيب يا ريت تبلغ معاليه ان شهير الممرسي اتصل بيه لانه كان عايز يستوضح شويه حاجات كده. مع السلامه. الو، صباح الخير. والله ما كنت اعرف ان سعادتك اللي هترد على التليفون بنفسك. ايوه يا فندم، انا عارف ان احنا في ظروف صعبه، بس كلنا في مركب واحده ولازم نعدي لبر الامان. طيب يعني سعادتك تفتكر انهم هيعمدوا على كده؟ بس اللي بتقوله سعادتك ده ما يطمنش. احنا كده يبقى لازم نمشي. ايه؟ معقول يكونوا بيراقبونا؟ التليفونات؟ طب يا فندم، طيب مع الف سلامه. اتفضل سعادتك. الأستاذ كريم البيلي بيقول عنده ميعاد مع حضرتك. خليه يتفضل وشوفيه يشرب ايه. اوكي.
اهلا يا كريم. ازي حضرتك يا باشا؟ جيت في ميعادك. معلش اذا كنت ازعجت حضرتك. لا يا حبيبي ما تقولش كده. والدك الله يرحمه افضله علينا. ازاي الوالده؟ كويسه الحمد لله، هي اللي كانت قالت لي اجي اسال حضرتك على حاجه. وانا تحت امرك. بص يا شهير بيه، انا محتار جدا ومش عارف اتصرف ازاي. عشان كده جيت لك عشان تشور عليا. من ساعه ما اعلنوا التنحي امبارح وانا ما بطلتش تليفونات. كلمت كل الناس، كل الناس كلمتني. الاعلام اتفور زي ما حضرتك عارف، والوزير مشي والطقم بتاعه مشي وراه. يعني كده انا كمان هاجي في الرجلين وهيطيروني، انا كمان مش هعرف ارجع. ما هو ده كان متوقع يا كريم. انا رايي انك تنسى تلفزيون الحكومه شويه وتفكر في محطه خاصه. انا بتاع الحكومه يا باشا. الوش ده كل الناس عارفه ان هو بتاع تلفزيون الحكومه. لو تلفزيون الحكومه قال لي سلام عليكم يبقى مفيش ولا حد هيقدر يديني حتى فقره مطبخ. بصراحه انا كنت جاي لحضرتك عشان حاجه تانية. خير؟ انا معايا ورق. ورق ايه؟ ورق يا باشا. احنا كان بيجي لنا تعليمات من مكتب امن الدوله في التلفزيون بيقول لنا نقول ايه وما نقولش ايه ونتكلم على ايه في مواضيع ايه ونجيب مين كمان ونتاشر بالوزير نفسه. عايز تعمل ايه بالورق ده؟ احنا مش في ثوره ولازم نعمل لها تعظيم سلام. خلاص نقول انهم كانوا بيجبرونا نعمل كده. اجبروك ازاي؟ يعني كانوا بينشنوا عليك مثلا بمسدس وانت قاعد قدام الكاميرا، لو ما قلتش اللي هم عايزينه هيضربوك بيه؟ فكر بعقل شويه يا كريم، فكر بعقل. التفكير ده مش هيكسبك اي حاجه، بالعكس هيخسرك كتير، وفي الاخر هتلاقي نفسك لوحدك. وبعدين ما تنساش انت ابن مين وابوك كان وزنه ايه في النظام ده، وما تنساش انت كنت بتقبض كام. دول لو قالوا على الاجر اللي انت بتاخده في الحلقه الناس هتولع فيك بجاز. ما انا ما ينفعش كمان اتركن، ما ينفعش ما ابقاش مذيع تاني. لو ده حصل مش هيفرق معايا حد. بلاش تهور يا كريم، بلاش تهور. اعقل كده. عايزين نفكر ازاي نرجع، وبالتاكيد هنحتاج محطه فضائيه وهنحتاجك معانا فيها. ما انا ماما كانت قالت لي على موضوع ان احنا نعمل محطه. عين العقل. بص، اليومين اللي جايين دول هنتعشى مع بعض وتبلغ الوالده وتبلغ بقيه الاسره، وساعتها بقى هنقعد نتكلم في كل حاجه زي ما سعادتك تحب. انا هتفق مع راني على ميعاد وبعدين هبلغك بيه تليفونيا. تؤمر بحاجه؟ شكرا يا حبيبي، سلم لي على ماما. الله يسلمك. مع السلامه. مع السلامه. اسرع كده برضو. روحي جيبيها. هو انت بقى اللي مش عارفه تمسكيها، شفتي؟ دكتور عمر، مش معقول. اهلا. ازاي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا مدام شيرويت؟ انا كويسه. دي بنتك؟ بنوتي رنا. تعالي سلمي على دكتور عمر. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا اهلا اهلا، دي فرصه سعيده جدا. انا اسعد يا دكتور بجد. طب ما تتفضلوا نشرب حاجه. يا ريت، بس مش هضايقك؟ لا لا تضايقيني ايه، اتفضلي يا فندم. طب رنا العبي هنا، اوعي تروحي بعيد. ها يلا اتفضل يا دكتور. اتفضلي. بقالك كتير هنا في مارينا الغردقه؟ بقالي كذا يوم. انا كمان جيت من كام يوم. كريم وماما سبقوني وانا قلت احصلهم، بصراحه هربانه من كل اللي بيحصل في مصر. حد هيعرف يهرب يا مدام؟ اللي قولي صحيح، ايه اخبار دراسات الجدوى اللي احنا عملناها؟ ما تساليش، انا خلاص دلوقتي على قهوه المعاشات، بس على الله يسيبونا في حالنا وما يودوناش حته تانيه. معاشات ايه بس يا دكتور؟ انت بتهزر ولا ايه؟ وبعدين انت عارف كويس جدا ان انت استاذ مهم جدا في الاحصاء وبحوث العمليات. يعني لو فتحت مكتب استشاري في دراسات الجدوى، مليون الف حد في العالم العربي هيجروا وراك. مين بس هيخاطر بفلوسه دلوقتي في بيزنس في البلد دي؟ كل واحد عنده قرشين بيحاول يهربهم ويهرب وراهم. اتفضلي. ميرسي. بس على العموم يا ستي، انا عندي استعداد افكر في الموضوع اللي انت بتقولي عليه، على شرط انك تبقي شريكتي في المكتب. ما انت برضه بتاعه اقتصاد وبحوث عمليات، ولا انت ناسي؟ بجد يا دكتور؟ انت بتتكلم بجد؟ يا ريت. انت عارف كويس جدا انا بحب اشتغل معاك قد ايه، وبصراحه نفسي اعمل اي حاجه في الفتره ديت عشان اخرج من المشاكل اللي انا فيها. انت عندك مشاكل ايه تاني غير المشاكل بتاع البلد؟ عندي مشاكل كتير قوي. اهلا 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 يا سياده اللواء. ازيك يا باشا؟ وقابلت العقيل مصطفى فعلا؟ عظيم، هايل، دي اخبار كويسه قوي.
المهم ان هو وافق وهجيب لك الكشوف. عموما ما تقلقش سعادتك، انا بعمل تحريات من سكه تانية هبقول لك عليها ان شاء الله لما اقابلك. قوي قوي. مين هو؟ طبعا يا سلام، معالي الوزير استاذ فاضل دكتور عمر الديواني ده. طبعا طبعا طبعا، لا انا تحت امر سعادتك وتحت امره. خلاص سعادتك اتفق معاه على اي ميعاد النهارده وبلغني. تحت امرك يا باشا. مع الف سلامه. مع السلامه. الكلام اللي انت بتقوليه ده معناه انه مريض وعايز يتعالج. انا غصبت عليه مره انا وواحده صاحبتي عشان نوديه الدكتور علشان يتعالج. فضل متابع مع الدكتور فتره وبعدين زهق فبطل يروح. مش عارفه اتعامل معاه ازاي. تعرف يا دكتور، ساعات بحس انا بتعامل مع حد مجنون بجد، مش مجرد حاله كده بتجيله وتروح. طب وكريم ليه ما بيحاولش يضغط عليه؟ يبقى انت ما تعرفش كريم. كريم عمره بيضيع وقت في التفكير في اي حد غير نفسه. انا اصلا مش محتاجه كريم. انا لو عايزه اضغط عليه عندي مليون سكه لده. بس انا دايما حاطه في اعتباري ان هو ابو بنتي. ما عنديش استعداد ابدا ان رنا لما تكبر تقول انا كسرت بالها. في دي طبعا عندك حق، بس انا مش عايزك تيأسي. هنشوف بس الدنيا هترسى على ايه. المهم سيبنا بقى من المشاكل، لان بجد انا متحمسه جدا لموضوع المكتب الاستشاري. عايزه احمسك معايا شويه. انا مش محتاج حد يحمسني، صدقيني. لو البلد وضعها استقر وانا فضلت هنا وما هاجرتش هتلاقي يجي وقت اقول لك شبيك لبيك انا بشتغل عندك، قولي لي اعمل كذا انا هعمل على طول. الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده مش معقوله طبعا يا دكتور. لا والله معقوله. بص يا ستي، مش انت عارفه ان انا محاسب في شغلي؟ عارفه. وانت اكتر حد ريحتني لما كنت بتشتغلي معايا. انا مش بقول كده عشان انت بنت الدكتور محمود البيلي ابدا، انا بقول ده عشانك. انت بني ادمه حساسه جدا ومخلصه تماما في شغلك. مروه اطلعي جيبي لي شنطتي من فوق. لا انا مش مصدقه عينيا، انت فعلا قلبك رق وقاعد بتقرا في الورق بتاعي؟ هو يعني معقول مراتي حبيبتي تطلب رأيي في حاجة وما اقولهاش؟ وبعدين برضه فكرت في الكلام اللي انت بتقولي عليه ده، يمكن نطلع منه بفايدة. طب ولقيت ايه؟ لسه بفكر، بس عموما الورق ده كله كلام فارغ. لو عايزانا نخش المشروع ده لازم تنقي حاجة عليها القيمة. انت انوي بس وانا هجيب لك احسن ورق معروض في السوق. طيب هنتكلم. ايه ما انت رايحة فين؟ مفيش، زهقانه قلت اطلع اتفرج شويه على المحلات وممكن اتغدى بره. طب بقول لك ايه، انا بفكر ان احنا نعمل عزومه عشاء، نعزم كام حد كده من اللي موجودين في المارينا. انا الفكره جات لي النهارده لما عدى عليا كريم البيلي. انا منبهره الصراحه بنشاطك، يعني قاعد متحمس وعمال بتقرا الورق بتاعي وتفكر انك تعمل عزومات، وكل ده حصل عشان الريس اتنحى. ما احنا لو نمنا وريحنا هيفرمونا، لازم ندور على سكه نثبت بيها نفسنا. المهم يلا اتفضلي انت روحي اعملي الشوبينج بتاعك، بس فكري في ميعاد عشان نعزم فيهم الناس. حاضر، باي يا حبيبي. باي باي. يا كوكو يا كوكو يا كوكو، رايح فين يا رايح حبيبي؟ ايه صباح الخير صباح الخير. ايه خلاص صاحبتها؟ عامل ايه؟ بقى دي اصول يا جوجو.
تريل عليها كده من مرة واحدة. طب افرض دلوقتي جت كسرت باب الفيلا ودخلت وانا ورجب ما كناش موجودين، ايه؟ هتروح مرحب بيها ومتنطط حواليها؟ نعم. امنتلها بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ احنا لسه حاجة اللي عارفينها اول امبارح. لا 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 يا بوبا، لا، انا كنت فاكرك اجدع من كده. ايه يعني؟ منها نجمة سيما ده برضه يخليك تقع فيها كده من الباب للطاق. ده انت كنت هتاكل الراجل النهارده الصبح. على فكرة أنا بقالي كتير هنا ومحدش رحب بيا غير جوجو. يا اهلا يا اهلا. ايه الجمال ده سعادتك؟ اتفضلي. لا أنا مش هتفضل، أنت اللي هتتفضل معايا. اتفضل معاكي على فين حضرتك؟ هنروح نتغدى في حتة بره. عربيتي مع رجا. أنا معايا عربيتي. إيه وأنت هتفكر كمان؟ ايه ده؟ امال فين مروه؟ وهي يعني لازم مروه؟ الهم ما تنفعش؟ لا تنفع طبعا. يا لهوي، انت هتقفل عليها الباب يا راجل انت؟ ايه يا بنت؟ مالك مش على بعضك ليه؟ يا حسني يا راجل انت، افرض مروه فتحت عليها الباب دلوقتي ودخلت. ده يبقى ده عز الطلب. لا يا اخويا ما ينفعنيش كده. صح ما ينفعكش كده. حصلينا على الاوضه يا بنت. تالي الرجيم ده يعني خسسك بتاع 2 كيلو الا ربع. اهلا وسهلا يا استاذ راني. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. اهلا وسهلا. بالنسبه للخروف اللي مع الاستاذ راني يعني. بقى عارف. اهلا ميرسي، شكرا. لا ده كيلو ونص. بطل. ايه رايك في المطعم؟ تحفة الصراحة، حلوة قوي. يا احسن مطعم هنا. صاحبته فرنساويه. مدام رانيا، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. انا مبسوط قوي انك هنا. ميرسي، متشكرة قوي. انا حبيت فيلمك اللي هو في الشلالات قوي. الحب بعد خطوتين. شكرا، متشكرة. مسيو. طيب حضرتك تختاري لنا بقى. بويسون؟ اوكي بالنسبة لي. اوكي تمام. على فكره يا مدام، احنا كنا بنتقابل زمان كتير في نادي الجزيره في الفروسيه. ياه، سا دوبوي 20 سنة، زمان قوي. بيتهيالي كان بيجي معاك واحدة بلوند. برافو يا مدام، ذاكره حضرتك رائعه. على فكره هم هيعملوا الفتره دي مهرجان للخيول العربيه في الغردقه. هنا؟ انا بحب الخيل قوي. سيلفوبي لما يجي ممكن تقول لي؟ اكيد طبعا، من عينيا. ميرسي بوكو. عن اذنكم اسيبكم. اتفضلي. ها، قول لي بقى، انت متجوز ولا لا؟ ولا اقول لك انت هتقعد تلف وتدور وتتوهني؟ خلاص انا مش عايزه اعرف. لا خالص، مش مستاهله لف ولا دوران. اتجوزت 5 سنين وبعد كده ما حصلش نصيب. طب وعندك عيال؟ لا. ماشي، واضح انك مش عايز تتكلم في الموضوع ده. براحتك. احكي لي بقى على موضوع الخيول. الخيول العربيه؟ العربيه. يا بنتي بقول لك انا خبير استشاري. اها. خبير جدا في الخيول.
بيحصل دلوقتي ده خطر. انتبهوا يا جماعه، الامور تسير من سيء الى اسوأ، ان حد يهتم. سيادتك كونفوشيوس كان بيقول ايه؟ الاخطاء كالقطار يجر بعضها بعض. مساء الخير. اهلا 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 معالي الوزير. مساء الخير. فاضل بيه مش كده؟ فاضل ابو الروس يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بسعادتك. مساء الخير يا سياده اللواء. مساء الخير. اتفضل يا فندم. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. الحقيقه فاضل بيه، المرتين اللي اتقابلنا فيهم كنت عايز اقعد معاك. والله ملحوقه يا فندم، اهي جت من عند ربنا. انا مش عايز اضيع من وقتك كتير، ومع ذلك ندخل في الموضوع. تمام تمام. طب اسيبكم انا بقى مع بعضكم تدردشوا وتاخدوا راحتكم، ها؟ اتفضل يا باشا، ما نستغناش عنك والله. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. زي ما انت شايف يا فاضل بيه، وضع البلد لا يسر عدو ولا حبيب، واحنا مش عارفين هترسى على ايه، والناس دول واضح انهم مش عايزين يسيبونا في حالنا. اي غلطة عملناها زمان سواء كانت مقصودة او غير مقصودة هيشنقونا عليها. معالي الوزير، انا عايزك تطمن خالص، البلد دي مازال برضه فيها ناس بتفهم، عارفه معاليك ومقدره قيمتك. سيادتك خبير عالمي، ليك اسمك وليك سمعتك في العالم كله. انا عايزك تعتبرني كاتم اسرارك. اي مشكله بتواجهك بعون الله هحلها. وده اللي شجعني ان انا اقعد معاك واتكلم معاك. فاضل بيه، الحقيقه انا مريت بورطه تسببت في مشكله كبيره قوي.